انا اقدر بمنتهى السهوله اقول له ما يدور بداخله. انا اقدر سياده اللي هو دلوقتي قاعد قدامي اقدر اقول له شخصيته من غير بجد بينه وبينك بجد تمام. اقدر بكل سهوله اقول له شخصيتك يا سياده اللواء 1 2 3 عن طريق الادراك والمعرفه اللي ربنا امرنا بيهم. طيب يبقى احنا قلنا ان المشاعر الساحر طب انا موجود اهو عوان اتفضل يا فندم. دكتور ابراهيم الفقي الساحر وعوان دول عوان. اعتبرني مثال مكان سياده اللواء. طيب اسم عليك ايه؟ مصطفى محمد نصر. ممكن تتفضل معايا انا؟ تجربه مش هنعمل سحر، لا مش هنعمل سحر. أستاذ مصطفى ناصر مدير الإدارة التعليمية في طنطا. ايوه لو سمحتوا. أستاذنا الغالي والراقي هو مفكر ومحلل من الدرجة الأولى. مش سهل إن هو يتأثر بالمشاعر كده اللي أنا كنت بتكلم فيها دي، لا. هو بيفكر في كل حاجة وبيدرس أي موقف بمنتهى السهولة. لحد كده تمام؟ طيب لا يبدأ الأشياء، لازم حد يشجعه إن هو يبدأ الشيء. صح؟ طيب عنده الخصوصية جامدة جدا، خصوصية شديدة جدا، لا يتأقلم مع الناس بكل سهولة، لا لازم مرة واثنين وثلاثة وأربعة عقبال ما ياخد على هيثم مثلا. صح كده؟ تمام. بيحب التلخيص، ما تقولوش ما تقعدش تقول له تفاصيل كتيرة، لخص معاه. تمام؟ طيب ينفع يبقى قائد طبعا، ويشيل مسؤولية. تمام صحيح بس هتنتصر ان شاء الله يعني. قم بجانب الرامي تنجو من السهام. بمعنى انا وطن وهو راجل ما ينفعش مع بعض. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك دايما خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. حتى الله سبحانه وتعالى ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة. لما جم الكفار واللي هم المفروض يعني اهله قالوا عنه به جنة وساحر وغيرها من الامور وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ربنا قال له ايه؟ ما هو ربنا بيضع الاستراتيجية دايما. قال له ايه؟ اللي برضه بيتكلموا عليكي ولا بيتكلموا عليك بدون وجع حق، اسمع الاستراتيجية الربانية. ربنا بيقول لسيدنا الحبيب ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فاداله الحل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اصل حضرتك لا تتخيلي في السجود كم من النورانيات والانوار اللي انت جسمك بينور فيها. جسم بينور في كاميرات في اوروبا دلوقتي بتصور الانسان اثناء الصلاه، كل جسم موجود دلوقتي قدامنا في طاقه كهربائيه وفي نور. اثناء الصلاه الانسان بينور اضعاف مضاعفه. الميه اللي حضرتك بتتوضي بيها ديت، الميه دي فيها طاقه فظيعه بمعنى الكلمه. ولذلك الله سبحانه وتعالى 5 صلوات هو مش عايز، مش هو ربنا محتاج صلاتنا يا جماعه. ده عشانك انت، اصل هو خلقك وصنعك. انا عندي ديت انا صانعها كل يوم واديتها لك، اديتها لحضرتك. بقول لحضرتك هاتها لي 5 مرات في اليوم عشان ابص عليها كده لو محتاجه حاجه ولا. هل دي هيبقى فيها اي مشكله بعد كده؟ هكذا الله هو بيعمل كده عشانك وعشانك، مش عشان حد تاني. لان اتفضل يا فندم. شكرا لحضرتك. ايوه لو سمحت. طيب عشان الوقت هديكم كده حاجه بسيطه في لغه الجسد. بيقولوا دايما، بنقولها دايما للساده المتدربين والسيدات المتدربات: احرص دائما على البدايات لانها تعطي الانطباع الاول. اللقطه الاولى لحضرتك وانت داخله عليا دي هي الانطباع الاول، واحرصي ايضا على النهايات لانها بتبقى هنا تمكث في الذهن. تمام دي مهمه جدا. شكرا. دي مهمه.